السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه، أول مرة بالنسبة لي أسجل فيديو بالنسبة للنادي الأهلي، إنما أنا كنت بسجل قبل كده فيديوهات بخصوص شغلي. فأحب أقول للنادي الأهلي ألف مبروك على البطولة الغالية، بطولة أفريقيا ال11، اللي كان كله أصلا شاكك إن الأهلي يعدي البطولة دي، والحاقدين واللي هم بيتكلموا يعني حاجات ما يفهموش فيها، اللي هم المتزملكين زي ما بيقولوا، واللي جاي من ألمانيا بيحتفل للوداد، وكانوا بيقولوا إن الأهلي هيتغلب 4. فأحب أقول للنادي الأهلي ألف مبروك، وطبعا أنت يعني أكبر نادي في أفريقيا وأعظم نادي في أفريقيا والعرب، وألف مبروك. آه، رغم كل حاقد ورغم كل فاسد، أقول للأهلي أنت دايما على الوعد مع جمهورك ومع إدارتك ومع مصر، وتفرح. أنت الوحيد اللي بتفرح البلد وتفرح جمهورك، وألف مليون مبروك. وطبعا دايما في انتصار، ودايما تفرحنا، وألف مبروك. وأقول للكابتن محمود الخطيب ألف مبروك، إن شاء الله بإذن الله دايما في انتصار. ومش عارفين نقول ايه للحاقدين والفاسدين والمتآمرين على الاهلي. يعني ما اعرفش ان الاهلي ده اصلا، هل الاهلي دون فريق من بره مصر؟ ان كل واحد بيكره الاهلي ومش قادر على الاهلي، فطبعا بيحقد عليه ويبدل الفانيلات. ويروح مثلا الاهلي يلعب الترجي، يشتروا فنادق الترجي ويروحوا يشجعوا الترجي، الوداد، صن داونز، اي فريق يروحوا يشجعوه. يا ريت انتوا تشجعوا الفريق ده على طول، لان احنا بنستبشر ان انتوا بتشجعوا الفرق المنافسه للاهلي، على اساس ان احنا عندنا امل وتفاؤل لما بتشجعوا الفرق المنافسه. فده يفرحنا جدا، وشكرا لتعاونكم معانا. فبصراحة الواحد مش عارف يقول لكم ايه. يعني يعني حزنكم يفرحنا بجد يعني. وانتوا دلوقتي يا ترى هتقولوا ايه دلوقتي في انتصار الاهلي وتتويجه باللقب ال11؟ وان شاء الله في انتصار، وان شاء الله باذن الله الدوري برضو ان شاء الله باذن الله لينا وهنفرق. وخليكم انتوا في ترتيبكم الرابع، ونشوفكم ان شاء الله باذن الله يعني اخر الدوري هتعملوا ايه. وطبعا السنه دي ان شاء الله باذن الله انتوا صفر صفر كل حاجه، في كل البطولات انتوا صفر، وانتوا طبعا عارفين مستواكم وعمالين. لو انتوا اصلا بتتكلموا ازاي انتوا تطوروا من نفسكم، ده هيبقى كويس جدا ليكم. انما مشكلتكم ان انتوا حاطين المنافس قدام عينيكم وحاطين الاهلي وتتكلموا عليه على طول. فانتوا مشغولين بالاهلي، فخليكم مشغولين بالاهلي. وده يعني يا ريت تبقوا مشغولين على طول بينا، على اساس ان احنا على طول بنفرح لما نلاقي الحاقدين والكارهين محلك سر، واحنا في انتصارات على طول. واقول للاهلي الف شكر والف مبروك لانك فرحتنا، ودايما في انتصار ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.